اهلا بيك يا صديق الاوتاكو في مصطبة الاوتاكو. ماجي هتكمل معانا رحلتها في ناجويا والمشاكل اللي واجهتها، فوصل الفيديو ده ل1000 لايك، انا مش طماع. اللي هو انت نمتي في الشارع. عايز بقى الموقف من اوله لاخره بتفاصيله. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه الحديده معاكي. احنا قررنا ان احنا خلصنا الايفنت الحمد لله، وقلنا باي باي وعيطنا العيطتين بتاعتنا وخلاص بقى كل واحد ايه هيشوف هيعمل ايه. انا والبارتنر بتاعي في المسابقه انا عايزه اروح طوكيو، فانا قلت له اوكي. فروحنا مع الفريق الاماراتي. هو اللي كان عايز يروح طوكيو وانت انا كنت كده انا قلت ايه في عقلي انا هروح مع التيم بتاع الامارات. انا عارفاهم ناس كمل وهم ايه هيقولوا لي نعمل ايه. فانا ما عملتش اي خطه وما عملتش اي بلان. المهم لسبب ما يعني خلاص ما كانش ينفع اروح معاهم، فانا مع البارتنر بتاعي في المسابقه. فيلا يا سايلر هنتكل على الله. رحنا طوكيو. نزلنا طوكيو كانت الساعه 6 الظهر. يعني بعد الظهر. فهي اساسا اللي هي المغرب عندنا. والبلد اساسا بتقفل الساعه 8. اجري نروح اكيهابرا نشوفها. رحنا اكيهابرا. يا ريتني ما شفت اكيهابرا. ما عجبتكيش؟ لا ما عرفتش ترجع. بس بالليل احسن بكتير من الصبح. ما حبيتهاش. انا ما حبيتش لان انا دي المفروض اللي هو عارفه اي يوتيوبر او اي فلوجر جنة الانمي عارفه اللي هو ايه التايتل دايما على الفيديو. ايوه بتهيالي لو مثلا هم مش قادرين يقولوا انها مش حلوه. انا حسيت ان هي 3-4 محلات يا جماعه. لا هي شارعين في بعض انت بتتوه فيه بالظبط. وبقى مش هي والحاجات مكرره، والمحلات مش زي عندنا اللي هو محل انت بتخش وتخرج. لا انت المحل دور. فانت بتقعد تطلع دور كتير. ما هي كل السلالم دي في ايه؟ ما انا كنت جاي لك اهو. يعني انت طوكيو حسيتي فيها بقى بازمه السلالم اللي قالت عليها ايه؟ يعني ما حسيتش. ما لفتيش. ما انا كده كنت هي معاها ساعتين زمن. انا ما لحقتش اعمل اللي انا عايزاه، بس اللي هو ايه انا بتفرج وبسرعه وبنلحق اي حاجه ونشوفها. فمشكلتي مع الناس في طوكيو انا اتعودت على التعامل في ناجويا. في ناجويا التعامل حنين. هم مش فاهمينك وانا مش فاهماهم. بس في ابتسامه في اللي هو شكرا ميرسي. هناك ريبوت زي ما زي ما وبعدين في حته ان انت ممكن تفاصل. ممكن تفاصل في السعر. فالتاني في طوكيو لا هو سعره كده وانت تاخديها. ما تعرفي ان هي اتطردت؟ مع مش بيرضيني خلونا اصور. فانا كل شويه اخش اصور يطلعوني يطردوني واطلع بره. اخش لهم من الباب التاني يلاقوني اطلع بره. بكاسه المصريين. عارف ماشيه بالكاميرا كده. يا انسه يا ما بنصورش هنا. عارفه والله واخرج واخش تاني. لا هو في مره حد مسكها خلاها تمسح الفيديو. طبعا هي عملت له ريستور بقى. قال لي لو سمحتي امسحي الفيديو. امسحي معلش وريني كل اللي انت خدتيه. مسحت كل حاجه. اول ما خرجت عملت فيها نصح ريستور كل حاجه. بس ده عيب يا جماعه. عيب. ده عيب في كل الكاميرات. عيب. انا مشكلتي ان انا بمشي بالرز كلها. لا احنا خلصنا. عشان كده انا ناروتو هي ون بيس. انا بمشي بقوه الصداقه. القواعد موجوده عشان نكسرها. خلاص يا ده غلط. كمل يا مايك. المهم خلصنا فرحنا. السايلر كان عايز يشوف طوكيو تاور. طوكيو سكاي تاور. لا طوكيو تاور الاحمر بقى ده تقليد برج ايفل. برج ايفل. طيب ماشي. انا هو ده بشنطك يا ماجي بدنيتك. لا انا سبت شنطي كلها في ناجويا واخده بس الشنطه صغيره كده فيها كم غيار وطبعا شرابات. اهم حاجه شرابات. طقم شرابات وخلاص وماشيه بيها وخلاص والدنيا تمام. طيب ماشي. انا حاجزه كبسول هوتيل بالليل. فانا ضامنه انا هنبات فين. اوكي يلا نروح طوكيو تاور. ركبنا الباص. طوكيو تاور يا بيه. هاي ركبنا. فانا شايفه على جوجل مابس ان احنا بنتحرك الوقت بيكبر. هو ماشي في عكس الاتجاه. يا دي النيله. فانا ببص لسايلر بقول له ولا احنا بنبعد. قال لي يمكن هم طريقهم تاني. هو متعود على اتوبيس 3. قلت له طيب ماشي اوكي. فالمهم رحت للراجل كتبت له بقى احنا رايحين كذا انت رايح كذا. طوكيو تاور. ده كانت خلاص الساعة
خلاص ان الناس بتروح الساعه 8. الناس خلاص ابتدت يعني توكي تاور اصلا قفل. الشوارع كلها احنا قلنا هنروح نتصور صورتين ونتفرج عليه وخلاص. وبعد كده نشوف بقى تاني يوم ممكن نعمل ايه. الحقيقه ما حدث ان احنا نزلنا في وسط شارع فاضي خالص، مفيش بني ادمين، مفيش تكاسي، مفيش اي حاجه. انت كان عندك استعداد تدفع تاكسي ساعتها؟ ده كان عندي استعداد خلاص بقى. انا متمرمطه بقى اللي هو اليأس وصل. انت بتبقى متعصب يعني في عصبيه. انا كانش عصبيه. عندي عصبيه بس يعني اللي هو انا حاسه ان في غباء في الموقف. ايوه في غباء. فالمهم قال لي خلاص مش مهم، يلا هنتحرك وهنتمشيها، ده هي كلها تلت ساعه. حلو، تلت ساعه مش مشكله. انا جره الشنطه وطالعين على كليف كده، والشنطه ابتدت تتقل مني وانا ابتديت ارهق. فبقول في عقلي بالي، عارف اللحظه في الافلام لما بتقول في عقلي بالك كده اكيد مفيش حاجه اسوء هتحصل من كده. حصل الاسوء. حصل الاسوء. الدنيا مطرت عليا. الدنيا بتمطر وانا ببص للسما. انا طلع عليا صريخ الضحك خلاص بقى. وسألت طب اشيل منك الشنطه؟ لا انا سترونج اندبندنت وومن، انا هشيل شنطتي ومنك لله. حسبي الله ونعم الوكيل. وصلنا لطوكيو تاور. طبعا انا قعدت اقطم فيه طبعا تقطيم المصريين. انت جايبني اشوف حته حديد؟ انت عارفه دي حاجه مهمه مش مهمه تعرف ان انا بتضايق قوي من قصه التقطيم دي. يعني لو انت مش عاجبك ما تجيش معايا. انا ما عنديش اوبشن. اروح حته تانية. المهم كانت الساعه 11 بالليل وخلاص ما فيش حاجه. احنا يلا نتحرك على الكبسوله الهوتيل اللي احنا حاجزين فيه. لقيناهم قفلوا الباب. بوم. انت كنت حاجزه وراح عليك الحجز؟ يعني قفلوا الباب؟ لا احنا اليابان لما بتقفل بابها خلاص انت. لا بس ده اوتيل يعني. لا حتى الاوتيلات حتى لو لا ما هو كان ميكس. يعني كنا بنتكلم في قصه الهوتيلات اللي هي بتقفل. هي بتقفل ازاي تقفل يعني؟ انت كنت مثلا بتروح 11 بالليل؟ مش كل الاوتيلات يعني. لا انا بالنسبه لي كل الاوتيلات، حتى الاوتيل اللي احنا كنا قاعدين فيه بتاع كوسبلاي في ناجويا قفل علينا مره. وقفل على الفوق كله يعني. احنا انتوا كلكم بره؟ كلنا بره اصلا. فتحوا لكم ساعتها؟ لا دول ساعتها اضطروا الصراحه. عشان عدد كبير. وكنا عاملين دوشه قوي. طب والمره دي بنتي بقى هي دي اللقطه اللي انت بتي فيها في الشارع؟ انا بصيت كده حواليا قلت له طب خلاص. اولا كنت هموت اعمل بيبي، عايزه اخش الحمام. بس الطوكيو كلها حمامات. ما انا بقى مش عارفه اروح فين. احنا الدنيا ضلمه اصلا. انت يا دوبك بس عارفه الاضاءه بتاعت الشارع خافقه جدا. فيلم رعب اشتغل. فيلم رعب فعلا. وبعدين قلت له طب خلاص. قعدنا نتمشى في حته انا ما اعرفش احنا كنا بنتمشى فين، بس كان فيها زرع تقريبا، كنا في جنينه او حاجه. ولحقنا اخر مترو. وخدتوا تروحوا فين؟ ما اعرفش. ده انتوا فعلا على الله ان شاء الله. فبصيت له كده قلت له طب انت عايز تعمل ايه بكره؟ قال لي انا عايز اروح كيوتو. قلت له حلو، احنا نروح محطه القطر. نبات في محطه القطر وتروحوا كيوتو. ونروح كيوتو. لا ده عين العقل. ده اقتراح جميل جدا. طبعا. رحنا لمحطه القطر. لا توقفت. لا لحسن الحظ كان في شباك واحد فاتح. فالمهم احنا داخلين ندفع تذكره، فالراجل بيقول لنا لا خلاص احنا قفلنا. فكان في بنت جنبي، فانا بصيت لها كده وكلي خلاص هعيط. فيلم دون سلير بتاع الوقت. خلاص هموت وعيط. قلت لها كده، رحت كاتبه لها انا عايزه اخش الحمام. وكده اخش الحمام. فهي قالت لي في الجنب هنا. فدخلت جري لقيته قافل. يا ولد الكلب. خرجت لها تاني وكتبت لها ان هو مقفول. فبصت لي كده قالت لي، قلت لها خلاص هموت مش قادره. راحت مديالي زي اكسترا تيكت كده. وراحت مخلياني اعدي القبضاء ورحت داخله بقى. الحمد لله غيرت هدومي طبعا من البلل اللي انا كنت فيه بسبب المطره. بسبب المطره. وغسلت وشي وبتاع وقعدت ماجي جديده. انا قعدت اهرب بقى من اللي بيمسحوا السكيورتي. والله قعدت اهرب منهم لحد ما قفشونا وطردونا. يعني انت كنت بتهربي على اساس هيبيت هنا. ببيت هنا. بس لا طردونا الصراحه، هم ناصحين قوي. وخرجتي بره نمتي؟ خرجت بره بقى ببص حواليا لقيت بنش. ولقيت 2 نايمين تورست. رحت ربط شنطتي في دراعي ونمت.
ونمتي. ما كنتيش خايفه ماجي؟ يا باسم هي في وضع خلاص انا في واقع سيء جدا. انت عارف يعني انت بتفكر. انا قلت يمكن الاتموسفير بقى فيه امان ولا حاجه، في اتنين نايمين جنبي. يا رب حد يخطفني. يوصلني. عارف والله انت عارف اخطفوني يعني، عارف انا تعبت، انا بقى مش عارفه. انا خلاص اللي هو انا مش قادره. انا قعدت ايه اللي هو ايه، بعدين غفلت لي كده ساعتين وصحيت. طبعا سايلر كان بيشخر جنبي. قاعده بص. لا احنا الرجاله بسم الله ما شاء الله علينا، اي حته ارمينا في اي حته هننام طبعا تعبانين. هتعرفوا لوحدك في البنش اللي جنبي. سايلر في البنش اللي جنبي. فانا بصه كده لمبنى وشايفه الشمس وهي بتطلع. بقى صباح الخير. خبطتي في ايدي الجماعه. فانا بصيت له كده صباح النور. قال لي ايه يلا بينا؟ قلت له يلا بينا، انا راجعه ناجويا ومحدش يقول لي اتحركي من ناجويا تاني. طب هنروح بس كيوتو. قلت له مش قادره اتمرمط اكتر من كده. انا هرجع بكرامتي لناجويا وهقعد في ناجويا او هتفسح في ناجويا. صرفت قد ايه هناك يا ماجي؟ احنا قلنا ان انت الفندق بالكلام ده كله. انا الفندق كان أيوة عليهم وكل حاجه. انا مسافره ب $800 يعني مش حوالي 40. انا هقول لك موقف حصل كده كيوت جدا. انا بحب بوكيمون طبعا. اكيد طبعا بيكاتشو. فانا زي ما آية بتقول ان هي انبهرت بناروتو. طبعا انا لما رحت ناروتو برضو كنت انبهر نفس الانبهار، بس انا انبهرت بالبوكيمون سنتر. معلش اللي هو في سانشاين مول. هو في كذا واحد. انا رحت اللي في واحد بقى في ناجويا. فانا انا صغنن جدا. انا نفسي اروح اللي هو في واحد في شيبويا فوق في حته مكان ما، ده نفسي اروح قوي. بس انا رحت له بتاع ناجويا الصغير. انا لما رحت بص لهم كده، قلوب بتطلع لي بقى كل الكلام ده هتقولي بالظبط كده. فانا بصيت كان معايا، هي قالت لي رقم يا جماعه، هي هتقوله دلوقتي. انا اتخضيت. انا كان معايا التيم برضو الاماراتي. فانا ببص للاورجنايزر بتاعهم بقول لك ايه، انت كارتك يشيل قد ايه؟ فراح باصص لي كده قال لي اللي انت عايزاه. قلت له حلو، انا هديك $100 يشيل. يعني ايه كارتك يشيل؟ لا معاه الكارت اللي هي الفيزا العاديه. لان احنا ساعتها كان عاملين اللي هي $250. $250. ده تقريبا كان نفس الفتره بتاعت الامارات لما عملنا حوار في البنك. ايوه بالظبط. هي كانت فتره كده سيئه جدا. فانا ايه اديته $100، دخلت باسكت لم. وانا بصيت لك كده اتفضل ادفع. وبقى لو في زياده يبقى قول لي. بص قال لي انت هتجيب كل الحاجات دي؟ قلت له دي اقل حاجه. انت عديتي من المطار ازاي يا ماجي بالحاجه دي؟ ايه المشكله؟ لا دي فيجرز، دي ممكن تتعامل على انها بتتاجر فيهم. البنات بيعدوا يعني. هو انا ما عدتش بسبب انا كان عندي مشكله اكبر. انا كان معايا سيوف. فانا مشكلتي ان انا عندي بالسيوف دي كانت اكبر. فهو مش مهم الفيجرز، طلعي لي فهميني بقى ايه ده. منشن يا جماعه لكوسبلاير برضو اسمه احمد ذكري. الناس كلها عدت من المطار. انا معديه ببلاي ستيشن. زياد معدي ببلاي ستيشن، هو اتمسك في اندومي بالظبط. يا جدعان مش مصدقين. مالك احنا واصلين. لا يا جماعه اصلا عايزه اقول لكم احنا كنا مسافرين انا وزياد وذكري ومهيتاب. المشكله طول الرحله مع ذكري. احنا في الرياض وقفونا بسبب ذكري، مش عارفه ايه. رجعنا تاني عشان موبايل ذكري ضاع، مش عارفه. فاحنا على اخر الرحله انا ومهيتاب وزياد بقول لك مش هنسافر معاك. كانت في واحده معانا احنا مش لاقيين ذكري. انا وزياد ومهيتاب قاعدين عاملين كده، وهي كانت قاعده معانا من اول اليوم. فهي بتقول لنا ذكري ده اصغركم. هو مش اصغرنا بس هو شكله اصغرنا. ده اصغركم. واحنا الثلاثه قاعدين. هيجي الوقت هنلاقيه. يا جماعه اخرجوا، ده مش صاحبكم. والله صاحبنا بس لا والله مش قادرين. وبعدين خلاص يعني زياده عصبي بس ما يبانش عليه. ما هي طبعا عصبيه وما يبانش عليها. انا اللي كنت ايه هقوم معاك ادور عليه يعني، ما عنديش حل تاني. فبتقول لي طب تعالي ندور عليه. قلت لها بصي انا هتفرس انا وانتي فاستحملي معايا. خرجنا طبعا لقينا ذكري ماشي فوق بتاع كوسبلايرز لوحده مش قايل لحد. وزياد ومهيداب خلاص هم جاضت منهم. والله ما هدور عليه. بص انا مروحه. درجه منشن يا جماعه ذكري دكتور اسنان شاطر جدا جدا لا جدا. بس زي العسل يا جماعه برضه يعني. شاطر بس هو بيتوه. هو مش هو تايه. هو مسقط ان احنا معاه واحنا مسقطين. مش مسقطين، احنا يئسنا. احنا واصلين لمرحله شغلانه مش حوار تايه. هو بيروح حتت ما بيقولش
يعني احنا مش عارفين ذكري فين، فاحنا نقعد ندور طب يا ابني ما بتقولش ليه، او مثلا موقفيننا عشان ذكري لبس الباروكه الميك، رغم ان مثلا زياد معدي بجوجو مسكوا ذكري ليه جوجو قدامكم اهو احنا ماسكين ذكري، قاعدين في بلاي ستيشن انا وزياد مسكوا ذكري معدي باندومي يعني اندومي يا جدعان 5 اكياس ولا 6 اكياس والله العظيم وقال لك انت بتتاجر فيهم. طب ده 6 اكياس ده استخدام شخصي، لا انت بتتاجر وشويه حلويات. لا بس بجد ذكري والله يا جماعه كان عسل تمام هو بصراحه. كان بس عسل. انا رحت عملت شوبينج بلوشيز اللي هي الدباديب، وجبت فيجرز كتيره قوي 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 قوي. ما هي قصدي ماجي صرفت انا كان معايا مبلغ معين، يعني انا كان عندي بروجكت كوسبلاي بمبلغ معين، هو المبلغ ده اللي انا سافرت بيه راجع غير الكوسبلاي بس معايا كميه على فكره انا الكوسبلاي بتاع المسابقه هناك في اليابان لسه ما جبتوش. لا ما جبتوش، سبته هناك. ليه؟ تقيل يعني كان هياخد مكان في الشنطه، هو انت عايزه الفيجرز؟ انا عايزه الفيجرز. فبصيت لي البنت كده اللي كانت مسؤوله عننا، بقول لها تعرفيش حد بيحب جريفيث قوي؟ ان هو انا باي ذا واي مسافره عامله جريفيث بتاع برزيرك. وده كان اختيار سيء جدا يعني بالنسبه لي. ما بتعرفيش حد بيحب بقى جريفيث عندكم هنا؟ قالت لي فبتشاورني على نفسها، لها حلو جدا انجوي. حطيته في بوكس كده ورحت قافله لها. احلى مسا عليكي بالسيف بالدرع كله انجوي. ما خلص مهمته. والله يعني كانت خلاص بقى انا مش قادره. خدوا كوسبلاي، خدوا حاجتي، انا عايزه فيجراتي، عايزه دباديبي. نفس السؤال هساله لك بقى، حسيتي بايه لما رجعتي مصر؟ انا كان عندي مشكله ان الاكل في اليابان كان خفيف. التوابل فيه خفيفه والملح ومش عارفه ايه. فانا لما رجعت جالي صدمه تاني ان اكلنا تقيل قوي. اكلنا تقيل قوي ودسم قوي. الاكل هناك مش دسم زي هنا. فانا قعدت تقريبا اسبوعين انا مش عايزه اكل اكل مصري، انا عايزه ارجع. انا راجعه بقول لماما فرخه محشيه، مش قادره، مكرونه بشاميل، محاشي. انا راجعه لكم 8 الصبح، تقول لي ماشي اوكي الغداء ده فطاري. انا هاكل ده. ماما تقول لي 8 الصبح يا طب ناكل فول طعميه، بقول لك محشي فراخ مكرونه. وبعدين انا راجعه لماما عامله كده. انت شفتي الستبس بتاعتك على الموبايل قد ايه؟ لا مشيتي قد ايه؟ مشيتي قد ايه؟ 8 مليون مثلا. 8 مليون. اقل حاجه مشيتها 20,000 خطوه اقل حاجه في اليوم. لا كتير. انت بتمشي بس انت كنت تقريبا بتقول عايز تبقى في سؤال هتساله لهم في التجارب. دي جاوبتها ودي جاوبتها، دي خلاص جاوبتها. لا ما خلاص بقى طالما لا اللي هو احنا بنتكلم بقى بكل اللي انتوا شفتوه از تجربه من الكامل. يعني لو عايز تختاروا تعيشوا هناك ولا لا؟ لا ما عايش هناك. لا ما عايش هناك. ليه؟ معكوش سكوتر؟ دي مشكلتك. خلاص احنا خلاص عادي ان الموضوع مش هيبقى مرهق ماديا، مش بتكلم على كده كمكان وناس وعيشه. لا كعيشه هي صعبه. هي عيشه. وبعدين انا بحب القعده هنا، يعني انا بحب العيشه بتاعتنا، بحب ان احنا ما فيش يعني انت ارتجالي طول الوقت. طب ما انتوا معلش انتوا سافرتوا الامارات وسافرتوا مصر، قصدي قاعدين في مصر وسافرتوا اليابان، تعيشوا في الامارات ولا اليابان؟ اعيش في مصر. لا اعيش في مصر برضو صعب على فكره. اي حد بيجي مصر اي حد بيجي مصر بيقول لك ايه يعني القطر يفوتني، ايه يعني المترو يفوتني، ليه في قوانين طول الوقت؟ ما الناس مرتاحه يعني، ما تتحركوا بالراحه، ما بلاش اللي هو نظام. في قوانين بس الدنيا اريحيه تعرف تتحرك. ايوه انك تبقى بتعرف ترتجل. هم من كتر ما عندهم نظام. ايوه هم من كتر ما عندهم نظام بيجوا هنا هم مش عارفين يتصرفوا. يعني انت لو اتاخر عليك دقيقتين انا عكسك في الحوار ده لحاجه، لان انا مخ 24 ساعه شغال كده. ما كلنا مدمج. لا انا كنت هناك انا مش في دماغي انا الزحمه. الزحمه منظمه اصلا. بالظبط. البيرسونال سبيس بتاعتي انا دماغي مش فيا ان انا يعني اللي هو لا انا هحاسب عشان ده ما يجيش جنبي، لا انا هحاسب عشان ده مش عارفه ايه. فانا مش قلقانه القلق بتاع البنات. بالظبط. فانا يعني ماشيه في حالي. بس انا معيش هناك لان الورك اثكس عندهم صعبه جدا. الشغل عندهم اصلا يعني مقدس. ايوه انا بسمع ان في ناس بتموت اصلا. لا هو انت لو مش موظف بتنام في المواصلات يبقى انت كده مش موظف. يبقى انت مش قد كده. انت مش قد كده. فانت لازم تشتغل قوي لدرجه ان انت تنام في المواصلات نوم قليل وتتفسح بالليل مع اصحابك. يعني ايه انا عايش ازاي يعني؟ فين بقى؟ فين ايه بقى؟ انا ساعتين يعني.
وخلاص يا صديق الأوتاكو، دي نهاية رحلة ماجي. أتمنى تكون الرحلة والقصة عجبتك. قول معايا يوش إيكيماشو، ما تخرجش قبل ما تدوس لايك.